زي كل لانش الهواوي انا بحب اكون اول واحد بوريكم الساعات الهواوي. طبعا دي الانليمتد ديزاين اللي هي دي المفروض. بصوا يا جماعه، بصوا الجمدان. انليمتد ديزاين، دي الانليمتد ديزاين نازل منها الاربعه سيريس. هنتكلم طبعا عن كل واحده فيها بالتفصيل. دي بيقول لك باختصار السبيكس الجديده اللي فيها: سمارت ورك اوت، برو ليفل هيلث، واب تو 1 ويك في اللايف تايم بتاعها. الفور 2 ويكس اب تو 2 ويكس، يعني فيها شويه حاجات كده جميله. انا عاجبني الاديشن الفيميل ان هم ما كانوش مهتمين بالموضوع ده. يمكن كانت امسفيت هي اكتر حد بيهتم بالديزاين ده. عاجبني جدا الديزاين بتاعها، ممتاز. الفريم شغل عالي يا جماعه، شغل عالي. بص المنيو سلاسه المنيو، شياكه المنيو. دي السيريس اللي هي الفيميل، تمام. ودي هيبقى سعرها تقريبا 800 درهم، يعني حوالي 8000 جنيه. بص السيريس ده برضو، سيريس الجولد ده، شياكه، اناقه، الاجه. دي هتبقى عامله حوالي 900 درهم، يعني حوالي 9000 جنيه. طبعا هنتكلم عن مواصفات كل حاجه فيهم بالتفصيل. اما بقى الفيميل الالترا والبرو بتاعها الفور، عندك الساعه. انا دي كانت اكتر واحده عجباني بصراحه، الحاجات اللي هي الضخمه شويه دي. الستراب بتاعها في السيريس السبورت بتاعها برضو، تقريبا ده فاصل شحن. الديزاين ده بقى الغريب ده شويه، تحس ان هو رابر، تحس ان هو قصدي قماش، لكن هو في الحقيقه هو رابر. طبعا الساعة يعني فكرة هو طبعا مشهورة بموضوع البطاريات بتاعتها يعني، فمش هنزايد عليها في موضوع البطارية ان هي تقعد اسبوعين والكلام ده، لا هي بتقعد عادي. وهنا السلكشن للسترابس اللي ممكن تتغير كل الالوان بتاعتها. بس طبعا هو في سترابس تانية بالمقاسات 46 و42 ممكن انت تبدلهم عادي، مفيش اي مشكلة. وحتى منزل لك الاسعار اهو. بقى دي السيريس الانليمتد. بصوا يا جماعه عامله ازاي. بصوا يا جماعه الساعه عامله ازاي، والله الفيديو مش مديها حقها. ده الميتال منها، ده البومبي منها بصراحه مش عاجبني. ده اللي هو البادز اللي هي الواتش بادز، بس طبعا احنا ما شرحناش. احنا ده يعني بنشوف بس شكلها وتقريبا الاسعار بتاعتها، لكن الوصف بتاعها والشرح اول ما تنزل ان شاء الله هتلاقوا على التشانل.